كان اول مره في حياتي اشوف عمرو اخويا بيدمع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في ليه بودكاست. ليه بودكاست؟ البودكاست اللي بنسأل فيه أسئلة صغيرة بس إجاباتها بتفتح لنا أبواب كتير. النهاردة حلقة هنتكلم عن الأثر وأهمية الأثر مع ضيفنا المميز عبد الله زيكو. في البداية عبد الله أخ كبير ليا وصديق كمان. هو شاطر جدا في مجاله، عنده شركة ماركتينج، بيتعلم 3D دلوقتي وافتر افكت سوا الاتنين مع بعض، وهما مجالين صعبين جدا. عبد الله من الناس المميزه اللي بتسيب بصمه في شغلها وبصمه في الناس. فنبدا ونقول كلام كبير ده. مين عبد الله زيكو وليه زيكو؟ انا اصلا كنت في ازهر. حلو. اللي ما يعرفوش يعني لحد 6 ابتدائي. بعد كده والدتي نقلتني من ازهر لاسباب دنيويه دينيه كده، ورحت مدرسه عام. كنت بني ادم غريب قوي في وسط المدرسه العام الحكومه. بعد ما تخش ازهر تحس انك غريب في وسط المدرسه، عارف احساس ان انت ايه ده، انت طلعت منين وجيت فين؟ انت مين؟ فطلعت من المدرسه العام ودخلت الثانوي، وبعد كده دخلت حقوق. حصل لي ظروف كده ظروف اللي كل الناس عارفاها، الناس عارفه كلها. فطلعت من بعدها قررت ان انا بقى ايه، عارف انت اما تطلع من الفتره دي انت بيبقى عندك حاجه من اتنين: يا تروح تموت نفسك، يا اما تفحت نفسك عشان خاطر تواكب الناس وتواكب السنين اللي عدت عليك او تواكب كل حاجه فاتت. فدي من الحاجات اللي كانت مؤثره فيا جدا. قعدت تقريبا سنه ما بعملش اي حاجه في حياتي. انت سافرت اول لما طلعت؟ لا لسه. السفر ده كان في 2019. حلو. لكن انا طالع 2017. ففتره السجن دي هي كانت أسوأ فترة في حياتي وأفيد فترة في حياتي، لأنها غيرت فيها حاجات كتير جدا. فلما طلعت قعدت سنة، عارف انت منعزل تماما، فرق 3 سنين بينك وبين الناس، فالناس سابقاك كتير، انت مش عارف اصلا تواكبهم، مش عارف تعمل حاجة. طب انا اعمل ايه؟ قعدت سنة. بعد السنة دي لا، قررت ان انا عارف انت ايه، انا لازم اتحرك، لازم اعمل اي حاجة، مش هينفع افضل كده. حلو. فرجعت تاني للتصوير زي ما انا كنت بصور اصلا قبل السجن. وعارف انت خدت شوط كبير قوي وتعلمت حاجات كتير قوي ودوست على نفسي وبقيت ان انا لازم اتعلم عشان اواكب الناس اللي حواليا، خلاص سابقوني، فانا لازم اسابق، لازم اعمل حاجه يعني. وعديت الحمد لله. قررت ان انا اسافر وسافرت. قعدت فتره، بعد كده كورونا جت ضيعت الدنيا خالص. فرجعت تاني وقررت ان انا يعني افتح شركه. وبالفعل حصل ان احنا فتحنا شركه انا وكام واحد من صحابي، بس حصل مشاكل وسبتها ودخلت شريك مع واحد صاحبي تاني، واللي هي شركه هورايزن حاليا. والحمد لله يعني في خطى ثابته وفي تطور الحمد لله كويس يعني. فده انا عبد الله. الحمد لله. ليه عبد الله زيكو بقى؟ دي عشان خاطر انا اسمي اصلا عبد الله محمد عبد الله زكي. فزكي زيكو من وانا في الثالثه اعدادي، واحد صاحبي اطلقها عليا زيكو، فحسيت ان ايه ده، خلاص بقى التريد مارك حلو بدل ابو زكي، فاهم؟ كانت ابو زكي في الاول، فحسيت ان كلمه زيكو اشيك، يلا بقى زيكو مش مشكله بقى زيكو. كده عرفنا مين عبد الله وليه زيكو بالظبط. نبدا في عنوان الحلقه النهارده. ليه الاثر مهم؟ الاثر الله سبحانه وتعالى بيقول في القران ايه؟ انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. حلو. الإنسان لما بيموت بينقطع عمله إلا من 3 حاجات: ولد صالح يدعو له، وعلم ينتفع به، وصدقة جارية. العلم اللي ينتفع به ده أو الصدقة الجارية أو ال3 حاجات دول هم فعلا ليهم أثر. يعني هم ما اتقالوش كده عبثا، يعني الحديث ده ما اتقالش عبثا، يعني صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الانسان لما بيمشي خطوه ويسيب اثرها وراه، ده بيدي دليل اللي وراه ان هو يكمل على نفس الخطوه، على نفس الخطوه ده. زي بالظبط افكت باتر فلاي المعروف ان الجناح الفراشه دوت بيعمل اعصارات في بلد تانية وبيعمل مش عارف ايه، فتاثيرها عظيم جدا مع ان الشيء لا يذكر اصلا. مظبوط. يعني مش موجود اساسا. فالاثر مهم طبعا، اهميته كبيره جدا على نفوس الناس وعلى شخصياتهم وعلى تغيير وتحويل حياتهم بالكامل. طب انا اقول لك على حاجه. كان انا كنت من الناس اللي بتتريق قوي على الناس اللي بتصحى بدري. عارف اللي هو يا عم انت اللي مصحيك بدري، يعني انت بتصحى بدري ليه؟ يا عم الانسان يحب ينام براحته، ينام متاخر وبعد كده يصحى زي ما هو عايز يصحى براحته، يعني نام، يعني النوم حلو.
ولكن وكنت دايما اتريق على الناس دي يعني اصحى بدري بقى واروح جيم ومش عارف ايه والدش انا نفسي اروح جيم، انا لسه صحيت بدري بس لسه ما رحتش الجيم. انزلك الجيم معايا. ف لما صحيت بدري اخر فتره، انا اصلا كنت بصحى بدري من زمان يعني. كان في حياتي مثلا، عارف انت لما تحس ان انت مكتئب ومش طايق حد ومخنوق ومش حابب حد عارف في يجي عليك ظروف كده انت ما انتش طايق حد خالص. هو المود ده اكتشفت ان علاج ده في انك تصحى بدري. ازاي بقى؟ يعني ايه التغيير اللي هيحصل او ايه الفرق، ايه اللي هيحسن مودي ازاي صحيان بدري؟ هقول لك. انا دلوقتي مثلا انا قررت ان انا طبعا في اخر فتره ديت انا كنت مسافر، ولكن حصلت منعت من السفر، فالمنع ده اثر عليا تاثير يكاد يكون اصعب من السجن. ولكن تاثيره ده انا كنت حرفيا منهار يعني. اليوم ده انا كنت منهار جدا، كنت بحاول اطلع من الانهيار دوت بان انا اصور فيديو واتكلم مع الناس مش عارف ايه، الهي نفسي زي ما بيقولوا. ولكن جيت قلت لنفسي طب ما يلا ترجع لل3 دي يعني يتعلموا يعني. ما ايه المشكله لما تخوض في المجال ده وتتعلمه؟ بس عشان اتعلمه محتاج جهاز قوي. انا اتعلمت وفهمت واجهه البرنامج وفهمت كل حاجه. طب هخش ازاي بقى اطلع بقى ريندر ازاي واعمل كده؟ عشان دي حاجه على فكره خلي بالك الناس ما يعرفوهاش. اللي بيخشوا في المجال الناس ما يعرفوهاش. انا عايز اخش مجال ال3 دي وخلاص. طب ماشي، لما تخش هتعطل في النص، صح؟ هتلاقي نفسك عطلت. انت هتتعلم واجهه البرنامج انت هتتعلم كل الكلام ده، بس اصلا ممكن ما تشوفش انت عملت ايه. يعني الشغل اللي انت عملته انت ممكن ما تعرفش تشوفه بسبب ان الجهاز بتاعك ضعيف. مش تطلعه اصلا. بالظبط. فدي كانت من ضمن الحاجات اللي ما اتقالتليش. ولكن كل الناس بتوع الكورسات ياما يقولوا ايه، انت مش محتاج جهاز قوي، انت بس محتاج تشترك في الكورس، اما انت مش محتاج. هو لا، انا فعلا محتاج جهاز قوي يعني انا مش هعرف اتحرك ولا حركه. انت كده بتخدعني، لازم تعرفني الاول انا فعلا محتاج جهاز قوي. ف كنت محتاج فلوس. عرفت محتاج فلوس، محتاج مبلغ مالي كبير عشان تجيب جهاز. ف عارف انت انا نمت في اليوم ده وانا يعني مكتئب جدا، وكنت يعني ما زي ما بعيط يعني، بعيط بس من جوايا يعني. فصحيت قبل الفجر. انا دايما متعود ان دايما منبه يصحيني قبل الفجر عشان اصحى اجهز نفسي وبتاع عشان اصلي كده. حلو. فقعدت مع نفسي وقررت من جوايا كده ان انا هبيع العربيه. قرار داخلي كده، فاهم؟ خلاص انا هبيع العربيه، مفيش تجيب جهاز تتعلم 3 دي. يعني انا كان قرار مجنون شويه، لان العربيه دي هي يعتبر رجلي ايديا ورجليا، فاهم؟ هي مش رفاهيه، هي بتقضي لي مشاوير حياتي كلها. شغلك كله بالظبط. فقلت انا لازم ابيع العربيه عشان اشتغل يعني، عشان اجيب جهاز. وبالفعل عرضت الموضوع ده على والدتي، وامي رفضت رفض قاطع لان هي عارفه اللي فيها. قالت لي هنتصرف. الله يبارك لهم اهلي واخويا. يعني اخويا عمرو ده من الناس، عارف انت الناس اللي ما بتتكلمش بس سايبه اثر دايما. يعني دايما سايب اثر فيا. حلو. يعني عمري مثلا انا زمان كنت عارف اخويا عمرو ده واحد من ضمن بيت العيله، في بيت العيله عادي اخويا. هو اخويا عادي. حلو. افتكر اول ما اخويا دمعته بعيده قوي، من الناس اللي ما بتعيطش بسهوله خالص يعني ابدا يعني. افتكر اول كان في زياره من الزيارات يعني عمرو جالها لي وانا في السجن، فشفت شفت المحفظه بتاعته، لقيت فيها صورتي. الموضوع ده مش متخيل هو اثر فيها ازاي، فاهم؟ حاجه بسيطه اثر فيها جدا. اللي هو انت يا عمرو انت بتعمل كده ليه يعني؟ انا ما اعرفش انت بتعمل كده اصلا، ما اعرفش انت تحبني كده ازاي بالصدفه. بالظبط. فالموضوع ما كانش وده خلي بالك عيب ان اللي حواليك ما يبقاش قايلين لك هم بيحبوك قد ايه. لان النبي صلى الله عليه وسلم اصلا قال ايه؟ لو انت حبيت اخوك في الله قول له انا بحبك في الله، عرفه. بس في ناس ما بتعرفش تعبر عن الحب ده. حلو. ما دي مشكله، دي نقطه. دي مش حاجه حلوه. لا انا محتاج ان انا اعبر عن ده، محتاج ان انا اقول للي قدامي انا بحبك في الله. فده ربنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال لنا كده، اخبره فلتخبره انك تحبه في الله، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ده شيء مهم جدا. انا عايز اعرف اللي قدامي ده ان هو فعلا بيحبني، فانا محتاج اسمع ده منه. فده كان يعني ساب اثر جواه عميق جدا ان هو عمرو خير بيحبني. طبعا لما اتحكم عليا وكده وجالي اول زياره انا شفت دموعه، شفت دمعه منه بتنزل. هو عارف انك هتقول الكلام ده؟ كان لا ما يعرفش. كان اول مره في حياتي اشوف عمرو خير بيدمع.
في حياتي. انت تعرفش انا الدنيا اتهزت حرفيا. خدت المشهد ده وبروزته كده ودخلت اوضتي وقعدت. يعني الموضوع كان صعب قوي. المهم اخويا خسر حاجات كتير قوي بسبب سجني دوت، مع شغله ومع ناس وبتاع، لان هو طبعا ما سابليش ولا زياره، وكان حد ساب جوايا اثر. يعني انا مهما اتكلم عنه ومهما اقول عمري في حياتي ما هوفي الحق ده. والحد اللي بيعمل الحاجه ومش مستني قصادها مقابل، مش مستني قصادها ان حد يشكره اصلا، لا هو بيعمل الحاجه عشان هو عايز يعمل الحاجه. فده شيء عظيم قوي قوي، بتمنى ان انا اتعلمه من اخويا. يعني ده شيء، يعني انا اول مره في حياتي اتكلم عنه كده اصلا، اول مره اتكلم عنه، بس هو حد يعني حد عظيم قوي 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 انا بحبه يعني. ربنا يخليك. بحب عمرو. ربنا يخليه لك. فده كان سايب اثر جوايا قوي. احنا كنا فين في الاول؟ احنا رجعنا على نبيع العربيه ورفضت. فعمرو خد وقف جنبي وقفه جامده يعني، وناس كتير وقفت جنبي وقفه جامده، ولميت فلوس زي ما بيقولوا كده، ايه، استلفت فلوس يعني. حلو. ونزلت جبت الجهاز بالكامل تقريبا، صارف 200 وحاجه الف يعني، 240 الف حاجه زي كده. ما شاء الله. جبت الحاجات كلها اللي انا عايزها، واشتركت في الكورس ويلا بسم الله، وبدات الحمد لله ودوست. فاهم؟ انا بقيت اتعلم خطوه، الاقي حتى اللي هو متابع معايا في الكورس هشام ده الله يبارك له يعني، حد شاطر قوي ومجتهد قوي، يقعد يقول لي انت خلي بالك انت سابق يعني، انت كويس، انت في حاجات انت بتعملها حلو يعني، انا ما كنتش متوقع منك تعمل ده، وبيشجعني. فاثر الكلمه بتاعته عليا فارق جدا. حلو. الكلمات اللي هي البسيطه خالص، اللي جدا. هو عاش كمل انت جامد، الكلام ده بالظبط. فكلمته ليا وهو بيقول لي ايه الجمدان ده عالمي ومش عارف ايه، فلا يا هشام انت 100 ده قال الكورس ببلاش. فهو كورس ابو النيل، بس هشام شغال مع ابو النيل يعني. تمام. فلا يعني كان اثر الكلمه عليا عظيم. وخلي بالك انا شفت الكلام ده مش بيعمله معايا انا بس، يعني هو شاطر بيعمله مع الناس التانية، حتى لو الناس الدنيا ضعيفه في الجروب مثلا، هو بيعمل نفس الكلام ده مع الناس اللي حواليه. فده سايب اثر كويس قوي عند الناس. يعني انت بجد جميل جدا في انك انت بتسيب اثر بكلمه، حتى لو انت مش مدرك مدى تاثر الكلمه دي باللي حواليك تاثر بيها، بس لا يعني هي مهمه قوي 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 ان انت بتقول الكلام ده. حلو. فدست والحمد لله في شهرين عملت مجهود جبار وفهمت حاجات. انا عايز اقول لك ان في فيديو من الفيديوهات انا صورته لنفسي بعد ما اتعلمت حاجه في البرنامج، انا عيطت. ليه بقى؟ وصلت لان انا اعرف ازاي اعمل تراكنج على فيديو، واقدر ازاي اظبط المشهد ال 3 دي عليه. لما فهمت التركايه دي حطيت الموبايل قدامي وفضلت اعيط. عيطت ان انا وصلت لحته في العلم انا نفسي اوصل لها اصلا من زمان، بس عارفش اوصل لها، بس لما وصلت لها انبسطت جدا. الظروف هي اللي خلتك توصل لها بالسرعه دي. الضغط. يعني انا بحب قوي ان انا اضغط نفسي. انا لو انا عندي تاسك مثلا معين ومزنوق في اتفاق مع حد، لان انا عمري في حياتي ما خالفت اتفاق مع حد الحمد لله بفضل الله يعني. عمري ما قلت كلمه لحد وما وفيتش بيها، عمري ما قلت ميعاد لحد مثلا وما وفيتش بيه، لا انا لازم اعمل ده. يعني انا مؤمن جدا ان الانسان الكلمه لو خرجت من بقك فهي عظيمه جدا، فما تقدرش ترجعها. يعني لو انت القيت كلمه لا تلقي لها بالا تهوي بك في نار جهنم. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده او كما قال. فمهم قوي ان انت الكلمه اللي انت بتقولها تبقى عارف هي طالعه رايحه فين واثارها ايه وايه اللي انت هتعمله ومترتب عليها. ده مهم جدا انك تبقى عارف ده. فالحمد لله خدت شوط كويس وكبير واتعلمت حاجات كتير يعني. كل ده من الصحيان بدري؟ كل ده من ان اصحى بدري. ليه بقى؟ انا بصحى مثلا اصلي الفجر وبعد كده بقعد اذاكر، بتبقى جات الساعه 9:30 10 الناس لسه ما صحيتش من النوم وانت انجزت كميه حاجات مرعبه، فانت قاعد كده مبسوط، انت سابق. بس خلي بالك جزء كبير جدا من الاكتئاب انك حاسس ان عندك نقص وتقصير تجاه نفسك والناس اللي حواليك بتنجح. حلو. في ناس انت شايفهم بينجحوا وانت شايف نفسك قاعد مكانك مبلط مش عارف تعمل حاجه. طب انت هتعمل حاجه ازاي اصلا؟ تعمل حاجه ده لما تكون انت انا مرتب يومي، حرفيا مرتب يومي. انت بتصحى الساعه 5 تصلي الفجر، خلي بالك دي كارثه كبيره جدا في الامه. ان يعني مثلا انا حوالي اصحابي 10، ممكن 2 منهم بس بيصلوا الفجر وال8 ما بيصلوش. طب ليه؟
مهم جدا جدا صلاه الفجر دي. بعدين النبي صلى الله عليه وسلم قال لك البركه في البكور، يعني وقت الصحيان ده جعلنا الليل لباسا جعلنا النهار معاشا. فهو النهار ده معاش، هو ربنا قال لك كده، هو اللي خالق الكون وخلقك وخالق الفيزياء بتاعت جسمك كلها وخالق كل حاجه فيك، هو بيقول لك اصحى بدري. فانا هاجي اعكس كل الكلام ده واصحى متاخر، فانا كده ضايع حرفيا. فباجي الساعه 10 الاقي نفسي انجزت كميه حاجات والناس لسه بتصحى من النوم، فانا الحمد لله كويس، افضل مكمل. ممكن اروح شركتي اشوف الدنيا ماشيه ازاي، اتابع الناس واتابع الشغل والدنيا عامله ايه، وبعد كده ارجع بيتي اقعد مع مراتي وابني شويه. بعد كده بعد المغرب انزل لاهلي، لازم كل يوم انزل لابويا وامي، دي من الحاجات اللي لازم اعملها يعني فاهم. ساعات بيغدر بيا الوقت واقعد عندي شغل كتير فببقى مضغوط فما بنزلش مره، ولكن لازم ان انا اشوف ابويا وامي. ولما ما بشوفهمش بحس بزعل، لان برضو خلي بالك في حاجه من الحاجات المهمه قوي يعني. الاهل لما بيكبروا بيبقى تقولهم على الاولاد صعب شويه، لان خلي بالك حب الاب لابنه فطري، حب الابن لابوه مش فطري، مشروط. انت بتعاملني كويس هحبك فانا هحبك، انت معاملتك معايا تمام فانا هحبك. ولكن شفت ربنا سبحانه وتعالى فرض على الابن ان يبر ابوه وامه، فرض عليهم ده ليه؟ لان هو كده كده ابوك وامك هيحبوك، بس انت جواك لازم تبرهم حتى لو هم وحشين معاك. بس احنا لو اتكلمنا في النقطه دي، يعني احنا دايما بنتكلم عن بر الابناء للاباء لو عكسنا بقى بر الاباء للابناء خلي بالك دي نقطه مصايب. ما هو خلي بالك دي نقطه مهمه برضو. سيدنا ابراهيم ابوه كان كافر، ماشي كافر. هو فيها بعد الكفر ذنب؟ لا. معلش ابوك بيزعق لك بيشتمك بيضربك بس ده كفر. كان بيعامله ازاي؟ يا ابتي، في ارقى من كده كلمه ممكن تتقال لابوك وهو كافر؟ لا. فكانت حتى معاملته مع ابوه كانت كويسه جدا، وباللين وبالحسنى، مع انه كافر، مع انه بيبهدله، مع انه اللي انت بتعبده ده مش صح، اللي انت بيهينه في عقيدته. ولكن هو لا، لا، انا لازم اتعامل معاك كويس، لعل الله يغير ما في قلبك، مش بايدي انا بقى، دي بتاعت ربنا. انا معليش غير ان انا اطيع امر ربنا سبحانه وتعالى واعاملك كويس. غير كده بقى الاسلوب التغير ده عند ربنا سبحانه وتعالى. اصل خلي بالك هي الدنيا مش دار رخاء يعني ورغد، انت مش لازم تعيش متهني. الناس مش مدركه ده، ما يقدرش يقاوم في الاخر، الناس مش مدركه ده. لا، انت في اوقات هتبقى مضغوط، في اوقات هتبقى متضايق من ابوك وامك، في اوقات هتبقى قرفان منهم ومكرهينك في حياتك، بس ما هو لازم، ما هي دي الحياه. انت في الاخره، انت مش في الاخره يا حبيبي، انت في الدنيا. فانت في الدنيا، فانت لازم هتعيش الفتره اللي انت دي عايزه بقى روح اعمله بالظبط لما تروح لما تروح. فلما الانسان بيمر بالعمر وبيكبر بيبقى حاسس دايما ان عايز الناس تبقى حواليه، انا عايز عيالي حواليا، عايش انا اتجوزت واخويا اتجوز واختي اتجوزت وابويا وامي قاعدين لوحدهم والعمر بيجري بيهم، فعايزين، انا عايز. انت مثلا اكتر لحظات ببقى مبسوط بيها في الدنيا وعمري ما كنت اتخيل ان انا هبقى مبسوط بيها، وانا شايل يوسف وداخل البيت وبشوف رد فعل ابويا وامي عليه في كل يوم، فرحانين، الفرحه بتاعتهم كل يوم. هم مش بيملوا، لا، ده كل يوم امي تشوف يوسف تنبسط وتقول لي ايه الحلاوه دي يا حبيب قلبي. كل يوم ابويا يشوف يوسف يقول نفس الكلام، وحشني يا ابن الذين، ويشيلوا ويبوسوا. حلو. انتوا كل يوم عندكم نفس المشاعر بنفس رد الفعل، انا مش مصدق، فاهم؟ فانا من جوايا ببقى مبسوط قوي ان هم ليهم رد فعل كده. وبرده من الحاجات اللي بتفرق برده معاك، يعني زوجتي الله يبارك لها اسماء، لما بشوف حبها ليوسف انا بيزيد حبي ليها بدون ما تعمل حاجه. حلو. فتخيل اثر ان هي بس بتودي يوسف، بتعمله الاكل بس، بتاكله بايديها. انا ده عارف انت عظيمه، صح، اخترت صح. فدايما عارف
احب يوسف اكتر، يعني عارف انا هيزيد حب ليكي. فده تلقائيا بيحصل، يعني ما يعني مش حاجه اراديه مني ان انا لازم احبك، لا. فلذلك اصلا العشره والموده والرحمه، اصلا تعالى ما قالش حب بس، الموده والرحمه اللي بشوفها في البيت تجاه مثلا مراتي مع يوسف، فده لا بيخلي البيت فيه، فاهم، في هدوء كده، في سلام نفسي، في حاجه حلوه، انت كويسه، انت جميله، انت شاطره، ان انت بتحبي يوسف كده وبتعامليه كده، فده اثر عظيم جدا من فعل، مش من كلمه بقى، فاهم، من فعل بسيط بالظبط. فلما الاهل بيكبروا بيبقوا لوحدهم. فده بيخلي عندهم شعور انا محتاجك تقعد جنبي. تلاقي ابويا مثلا او اي حد تلاقيه بيسالك اسئله انت تبقى زهقان من الاسئله، يقول لك هو انت كنت فين؟ هو انت كنت بتعمل ايه؟ فتلاقي الردود بتاعتك ردود مستفزه. ليه؟ عشان انت غبي، انت ما انتش فاهم، انت مش مدرك ده دلوقتي، انت هتدرك ده لما تكبر يبقى عندك 60 سنه وابنك يعدي، فانت عايز تساله بس وتتكلم معاه تقول له ايه مجرد الكلام، مش لسبب، مش لسبب خالص. هو مش عايز يعرف عنك حاجه اصلا، هو مش عايز يعرف انت عملت ايه في الشغل، ولا هو مش عايز يعرف ده، هو عايز يتكلم معاك، عايز يسمع صوتك، مش عايز يسيبك، هو عايز يفضل قاعد جنبك. فتخيل بقى ان انت تكسر نفسك وترغم نفسك وترد عليه وتتكلم معاه، حتى لو انت مضغوط من جواك، ما هو ده البر بقى، فمن جوايا يبقى مبسوط، فاهم، انا مبسوط جدا. كذلك مثلا امي كل يوم تبعت لي فيديو على الانستجرام وعلى الواتساب وبتاع، ولا صباح الخير ومش عارف ايه، والفيديوهات الجميله دي. فانا من جوايا يعني من الحاجات اللي انا بحب اعملها يعني، وده شفتها اثر عند والدتي يعني. انا بحب دايما اعمل قلب للفيديو اللي هي بتبعته وارد عليه. حلو. وساعات ممكن اخش في فيديو، كتير بخش في فيديو يا ماما عشان لو انت شفتي الفيديو فكتير بخش في الفيديو، ولكن انا بحب اعمل قلب واعمل كذا. ليه؟ انا بحب احس ان اللي قدامي انا عايزك تبقى سامع اللي انا سامعه، عايزك تهتم باللي انا ببعته لك. فلما رحت قبل كده لقيت امي بتتكلم في النقطه دي، قالت بتبرني وبتعمل لي عارف ايه فانبسطت قوي من الجمله، اللي هو ايه ده بجد، يعني الرياكت اللي انا بعمله على الفيديو اللي انت بتبعتيه بيبسطك؟ بيبسطني. فليه انت ما تعملش ده؟ ليه انت ما تبرش؟ مش هيكلفك في حاجه يعني، مش هيكلفك في حاجه فعلا. انت طول الوقت مشغول. ايه المشكله لما تفتح الواتساب وتبعت لها رساله ولا بحبك يا عم؟ هل فكرت في يوم تقول لامك بحبك صراحه كده؟ هل صحيت من النوم مره وقلت لابوك، اتصلت بيه في التليفون، بابا انا بحبك؟ هيعيط. انا متاكد ان هو هيتاثر. صح. هل فكرت مره لو انت عمرك في حياتك ما بوست ايد ابوك وامك مثلا، فكرت مره تمسك ايد ابوك وامك وتشيلها تبوسها؟ انت مش متخيل الاثر ده هيبقى عامل ازاي. انا بحس بفخر وانا ببوس ايد ابويا، وبحس ان ابويا حاسس بفخر ان ابنه بيبوس ايديه. حلو. وهو طالع من المسجد في صلاه الجمعه، انا ببقى فخور جدا وانا ماسك ايده وببوسها. فخور، انا بحس من جوايا كده فخور، انا مبسوط، وبحس من جواه في عينه ابني ده. وخلفت صح وربيت صح، ده ابني ده، فاهم؟ مع ان الامر بسيط جدا، ببوس ايديه عادي في وجهه نظر الناس عادي، ولكن هو كبير جدا، اثره كبير جدا على ابويا واثره كبير جدا على امي. فمن الحاجات الجميله. انا طولت قوي في النقطه دي، بس هي نقط كتير يعني، فاهم؟ نقط كتير قوي. انا هاخد حاجات كتير، ما تقلقش. ازاي بقى نسيب اثر؟ الاثر حلو ازاي بقى نسيب اثر؟ في ان انت تبقى مجتهد. يعني ايه تبقى مجتهد؟ في الشغل بس ولا في الحياه؟ لا، في كل حاجه. اصل ربنا سبحانه وتعالى لما قال ان نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم، هو ما قدموا واثارهم ده ايه؟ انت قدمت ايه للناس واثروا ايه على الناس؟ هل انت قدمت شيء مضر واثره مضر فانت شلت طين؟ البس يا معلم. بالظبط. فانت قدمت ايه؟ لازم تجتهد اصلا انت تقدم حاجه. يعني انا ايه اللي اصلا سؤال، ايه اللي مخليني اخش مجال ال 3 دي ده بقى؟ عارف انت ايه الهدف المبطن عندي اللي محدش يعرف عنه حاجه؟
اللي هو من زمان. فانا قررت اقوله ايه. قولوا بقى يا باشا. انا حلم حياتي اعمل فيلم لسيدنا خالد بن الوليد. اشمعنى خالد بن الوليد؟ قصه راجل عظيم بكل ما تحمله الكلمه. يعني بدون الدخول في تفاصيل لان قصه سيدنا خالد كبيره جدا وكده، هو ممكن يعني الناس تسمعها في اي بودكاست، في ناس بتقدمه بطريقه حلوه قوي. ولكن قصه سيدنا خالد دي قصه عظيمه قوي. هو احنا ليه كمسلمين ما عندناش الناس اللي بتعمل الشغل ده؟ ليه ما فيش حد عندنا بيعمل كرتون 3 دي قوي يشرح قصه مسلم؟ مسلمين مفيش. احنا ليه ضعاف قوي؟ احنا ليه كمسلمين ضعاف قوي؟ ليه دايما باصين للغرب بصه اللي هو انتوا جامدين، انتوا واو، ايه ده، انتوا اجمد حاجه في الدنيا؟ لا، امكانياتهم عندنا، كل حاجه هم عندهم عندنا حرفيا. احنا اصلا لو جيت بصيت للعلم اصلا اساسه اصلا عرب مسلمين. مظبوط. في حاجات كتير قوي في حياتنا، ولكن احنا دايما بنبص لنفسنا بصه دونيه. ايه ده بيتكلم عربي، واحد مدخل شويه كلام انجليزي في وسط الكلام، ايه ده انت جامد. واحد بقى بيتكلم كلام انجليزي، انت جامد جدا. انسلاخ من الهويه بيحصل على مدار عقود. اصل خلي بالك ربنا سبحانه وتعالى قال في القران ولا تتبعوا خطوات الشيطان. هو مش انت مش هتمد رجلك وتطلع 4 سلالم، لا، هي خطوه خطوه. انا دلوقتي مثلا هخليك مثلا تسقط البنطلون سنه صغيره، هتقعد بعد مده هتلاقي نفسك سقطت البنطلون خالص. ما هي بتبتدي كده دايما، بتبتدي كده في اي حاجه، مع البنت ومع الولد، مع الاثنين. الحجاب واحده لعي، واحده مش عارف كذا، حريه مش عارف ايه، تعال نخش في كذا، تعال نخش في... طب يا جماعه هو ما في حاجه اسمها حريه اصلا؟ يعني مفهوم الحريه ده مفيش حاجه اسمها حريه اساسا. كل انسان مقيد بشيء. انا مقيد بعباده ربنا سبحانه وتعالى، فانا عبد لله سبحانه وتعالى. في واحد تاني مقيد بان هو الحد مثلا، هو بقى ملحد ومقيد بالالحاد. هو مش حر، هو مقيد بافعاله للالحاد اللي هو بقى فيه. لكل حاجه هو مقيد برضه، ستيل لسه مقيد. مفيش حاجه اسمها حريه في الدين بتاعنا، مفيش حاجه اسمها حريه. انا يا باشا انا عبد لله سبحانه وتعالى، حر بعزه الله، مش بحاجه تانيه. وبرضه انا لسه زي ما انا حر بعزه الله، وانا مقيد برضه في عزه الله. الاثنين مع بعض، فما فيهاش انفصال خالص. فعشان تبقى تقدم اثر لازم الاول تشوف انت عايز تعمل ايه. يعني بشوف يعني الشباب مثلا اللي طالعين جين زي زي ما بيقولوا. جين زي انا اول مره سمعت الجمله دي قعدت اسال يعني هو يعني ايه جين زي. بالمناسبه برضو اول ما طلعت من السجن كان في كلمه اسمها كراش. انا مش عارف يعني ايه بكراش. فضلت فتره كبيره عشان افهمها. وبرضو الاكس بتاعي، الاكس ده انا مفكره اكزام، الامتحان بتاعي كذا كذا، وانا مش فاهم بجد. لحد ما استوعبت ان اكس دي اللي هو الحبيب بتاعي القديم. ما علينا، سكيب الموضوع ده. شيل المونتاج. كات يا ابني. فعشان تعمل ده انت محتاج الاول لان جين زي ما كنا رجعنا للموضوع. انت كشخص انت مش عارف هدفك ايه اصلا. هو ده السؤال اصلا. ما هو ليه اصلا انت مش عارف هدفك ليه؟ الخيارات بقت قدامك كتير قوي 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 قوي. يا ريت الخيارات قدامك كتير، ده مش ده السبب. هو مش الخيارات قدامك كتير وانت عايز تختار، لا، هو انت اصلا ما تعرفش ازاي تختار. هي الفكره انت ما عندكش سكيلز الاختيار. ان انت انا ازاي اختار، ازاي ابحث. الناس ما عندهاش ازاي يعني تبحث. انا ممكن شويه بحسب بتوع زمان ان هو ايه، اتولد، اتربى، اتعلم، تطلع من التعليم، تدخل الجيش، تشتغل، تتجوز، تخلف، خلصت الحياه، خلصت على هنا. مفيش اختيارات. ما هو خلي بالك، ما هو ده الروتين اللي هيجي يكسر. انت يلا كده اللي هيجي يكسر الروتين ده هيبقى صعب جدا بالنسبه له. ليه؟ يعني مثلا انا عندي يوسف. حلو. يوسف عارف انت، انا باجي ابص لمسار التعليم بتاعه بقول لنفسي ايه؟ انا هعلمه ازاي؟ هل انا هعلم يوسف زي ما انا اتعلمت؟
هيدخل مدرسه وبعدين يطلع من المدرسه يروح مش عارف الحضانه ولا الحضانه المدرسه ويخش الثانوي واقعد اطحنه في المذاكره في الثانوي ويطحن في الاخر ما يجيبش مجموع ولا يجيب مجموع ويدخل كليه حقوق ولا تجاره ولا اي حاجه من الحاجات دي. طب وبعدين هيشتغل بيهم؟ طب ما انا خريج حقوق وما اشتغلتش بيها والحمد لله كويس وعشت الحمد لله، يعني الحمد لله كويس الحمد لله. وبرده خلي بالك انت مش مطلوب، انت حياتك مش شرط تبقى حلوه. ما احنا يا جماعه في الدنيا الناس لو تدرك ان الدنيا دار ابتلاء هترتاح جدا في حياتها، هتبقى صابره. انا بيحصل لي ازمه في حياتي فانا لازم اخدها من منظور ديني، ما اخدهاش من منظور دنيوي. لو خدتها من منظور دنيوي هروح انتحر، زي بالظبط كده لما اتمنعت من السفر. انا خدتها من منظور دنيوي فانا انا هموت نفسي دلوقتي نقطة حال بالظبط. فلا لو بصينا للابتلاءات بمنظور دنيوي هنأذي نفسنا جدا. فلازم نبص لها من ناحيه ان ده بيربيك ويعلم فيك وبيأهلك لمواقف وحاجات كتير ربنا سبحانه وتعالى شايلها لك. فلازم تبقى عندك يقين بالله. يقين بالله دايما جواك، هتحس دايما بنعيم وصبر على اي ابتلاء هيمر بيك. اي ابتلاء ايا كان هو، اي شوكه انت بتتشكاها في ميزان حسناتك او بتشيل من سيئاتك، في حاجه من اتنين. الاثر اللي بيحصل فيك او الشيء اللي بيحصل فيك اذا كان سيء او اذا كان مفيد، اذا كان شيء او كان وحش، اذا كان حلو، فالاثنين حلوين ليك. لان ايه؟ عجبا لامر المؤمن فان امره كله له خير، ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، وان اصابه ضراء صبر فكان خيرا له. الاثنين خيرا ليه. لو انت ادركت ده هتحس فعلا ان انا تمام، انا كده تمام. نرجع للجين زي وازاي يختاروا او ليه مش عارفين يختاروا وايه هدفهم في الحياه اصلا. بص، انا مؤمن جدا ان البحث مهم. الانسان لو اتعلم آلية البحث هيوصل لاي حاجه. انا من يومين كنت مزنوق في افتر افكت برنامج، المفروض انا اعمل شغل عشان اسلمه للعميل امبارح الخميس، ومضغوط قوي. انا ايه اللي هيخليني اتعلم البحث؟ ان انا اعرف ابحث اصلا. ادور برنامج صفر انا بكرهه بجد بكرهه. برنامج معقد. حلو. لا انا لازم اشتغل، انا اتضغطت فحسيت بقيمه الوقت وانا مضغوط، لان انا لازم اوفي بوعدي واسلم في نفس الميعاد. ضغطت نفسي جدا، طحنت نفسي، بقيت ابحث عن كل تفصيله. وبرده من الحاجات الوحشه قوي ان للاسف الكونتنت الانجليزي اقوى بكتير جدا من الكونتنت العربي في اليوتيوب. فلما باجي ابحث عن مشكله والبرامج كلها اصلا بالانجليزي، حلو. فانا مثلا عندي مشكله، مثلا انت بتصور بالايفون فجيت تحط الفيديو ده على بريمير، فجاه لقيت الفيديو لونه فقع، لونه باظ. طب هحل المشكله دي ازاي؟ ما تلاقيش واحد عربي بيقول لك تحلها ازاي. طب انا عايز ابحث عنها، لازم ابحث بالانجليزي، وانا برضو مش في الانجليزي جامد. يعني مثلا هاو اذا فيديو ايفون كلر نوت مش عارف اكسبوجر مش عارف كبير، حاجه باظت، فاروح ابحث على المشكله عشان ادور شويه كلمات وهو يفهم بقى. بالظبط. ومن الحاجات الجميله قوي شات جي بي تي. شات جي بي تي ده بقيت حاسس واحد صاحبي، بقيت اصور له صوره اقول له بقول لك ايه الحته دي مش مفهومه، شوف كذا فيها كذا، فبقيت اعمل ده افهم منه واخد خطوات معاه. وهو خلي بالك بيقول حاجات غلط، فاللي بيقول حاجات غلط اروح جاي انا صايع معاه في الكلام، اساله على حاجه ثانيه عشان افهم الصح، واقول له لا خلي بالك دي مش صح، انا اللي بعدل عليه، فيقول لي الصح. فهمت بقى خلاص. ففي 3 ايام الحمد لله عملت فيديو جميل. ليه؟ عرفت ابحث، ضغطت نفسي، وصلت للي انا عايزه. فهنا النقطة، انت دلوقتي مش عارف تعمل ايه. مظبوط. ابحث، انت بتعرف تعمل ايه؟ اسأل نفسك السؤال ده اصلا. انا واحد ما بعرفش اعمل حاجة. اسأل نفسك. يعني ايه ما بعرفش اعمل حاجة؟ اكيد بتعرف تعمل حاجة. لا انا اكيد الانسان بيعرف يعمل حاجة. كل اللي عملته في الحياة ان انا اتعلمت ولسه مخلص تعليمي ومفيش اي حاجة. ما كنتش بشترك في انشطة في الجامعة مثلا ولا اي، انا قاعد ما عملتش اي حاجة في حياتي حرفيا. حلو قوي. عينيك في يوم من الايام شافت حاجة وقالت عليها جميلة. صح؟ ايه الحاجة دي؟ مثلا انا شفت الكوبايه دي مش امسكها، بس انا شفت الكوبايه دي لقيتها جميله، شكلها عجبني. حلو. طب انا ليه ما اعملش الكوبايه دي؟ انا عبد الله ليه ما اعملش الكوبايه دي؟ يعني هو الموضوع في الاول وفي الاخر فضول تجاه حاجه تخليك تبحث، تخليك توصل لحاجات تانية كتير.
ايه ده؟ طب عملت الكوبايه، عرفت ان ده فخار، وعرفت ان في حاجه اسمها مكبس، كنا هنعمل موضوع فخار. دي خلي بالك من ضمن المشاريع الفاشله بتاعتي انا واسماء. جبنا كوبايه مصر كلها وعملنا فخار وعرفنا ازاي نعمل الكوبايه. طيب الطباعه، مصر كلها، انت قلت مصر كلها بتطبع صح؟ طب مصر كلها بتطبع، طب حد مميز؟ لا، هي الفكره تتميز ازاي؟ ما هي دي بقى اللي ربنا سبحانه وتعالى بيرزقك بيها، ان انت تتميز بحاجات ربنا سبحانه وتعالى بيبعتها لك لوحده. صح. انت بتقعد تبحث، بتقعد تتفرج، بتقعد تدور، بتقعد مش عارف ايه. يعني في واحده من الناس، الواحده دي عملت ايه؟ عملت حاجه هي كانت بتقابلني انا كانت مضره. يعني الشماعه. الشماعه عندنا هي ضلعين كده صح، زي الكتف كده. حلو. فهي عندها ماسوره، الماسوره ده على الحيطه، مش عارف تعلق على الشماعه. طب هتعلق الشماعه ازاي؟ ما الشماعه لها كتف. عملت ايه؟ عملت شماعه نص كتف، حققت مليارات من الفكره. خلص الحوار. مليارات، بقت غنيه جدا. واحده اجنبيه بقت عملت الايه؟ الشماعه بتتقفل، هي ضلعين، بتبقى ضلعين وبتتقفل، فتتعلق كده على الحيطه عادي جدا، ويبقى الحاجه محطوطه هنا. فاهم الفكره؟ فاهم الفكره. ايوه. ايه ده؟ الفكره دي ما جاتليش ليه؟ ما هو ما جاتلكش عشان انت ما قعدتش تفكر اصلا، ما دورتش على حل ليه؟ عندك مشاكل كتير في حياتك، مشاكل كتير قوي. لو لقيت لها حل، لقيت لها انت اوجدت ليها حل، خلي بالك نفس المشاكل اللي انت بتمر بيها فلان بيمر بيها، نص كوكب وده بيمر بيها، نص كوكب الارض بيمر بيها حرفيا. فتخيل انت اوجدت حل لشيء الناس كلها بتمر بمشاكل فيه، هتنجح. بس مش كل الناس عندها العقليه بتاعت الكرياتيفيتي والمايند سيت بتاعت التفكير وبره الصندوق، وان انا الاقي حل بره الصندوق. مش كل الناس عندها الموضوع ده. يعني برضو دي برضو حاجه بالفطره الى حد ما. لا مش بالفطره. لا دي مش بالفطره، حاجه ربنا بعتها لك. مش كل الناس عندها نفس الموضوع. هو انا كان بالفطره عندي انا بعرف اصور، بس اتعلمت التصوير. واتعلمت التصوير ليه؟ عشان لقيت نفسي ان انا عايزه الله الحته دي شكلها حلو قوي، لو بروزت في صوره هتبقى حلوه. فما نوهمش نفسنا ان هو لازم انا، لا ده الناس خلقوا بالفطره ان هو ده وهم. خلي بالك وهم السوشيال ميديا ده وهم. ده اثر السوشيال ميديا. وخلي بالك اثر السوشيال ميديا عليك بيقلل تطورك مش بينجحك. اللي هو انا شايف الناس دي كلها التيك توك والهيافه واللي احنا شايفينه مش ماشي، مش عايزين نتكلم. بس اللي هو انا هشتغل اعمل ايه؟ ده فيديو براكب بي ام دبليو ومرسيدس بفيديوهات مالهاش اي 60 لازمه، فيديوهات فيك. بص انا هقول لك على حاجه. اما دخلت برنامج ال 3 دي، يعني كنت اقعد كده مع اسماء وانا ماسك بقلب في الانستجرام، بيجي لي فيديوهات 3 دي. فاوري اسماء فيديو، اقول لها بصي يا نهار اسوح اتعملت ازاي دي. خلي بالك انا كل ما بشوف فيديو بيربي جواه اثر ضعيف جدا. انا ضعيف قوي، بقعد ابص للفيديو انا ضعيف قوي. حلو. انا ازاي هوصل لان انا اعمل لقطه زي دي؟ تبقى باينه. انا بقعد اقول لنفسي كده. فده بيحبطني، خليني احبط كده، اللي هو لا يا عم انا مش شغال، انا مش هعرف، مهما اتعلمت مش هوصل، انا مش هوصل للكلام ده. لان اقسم بالله بشوف فيديوهات عندي على الصفحه وانا بشوفها كده بقول ياه، ده انا كنت بتمنى في يوم من الايام اوصل ان انا اعمل الفيديوهات دي. حلو. او اعمل الحاجات دي، ووصلت لها وعملتها. فببص لحاجات تانية، ما تبصش لده كده، ما تبصش ابدا اللي اعلى منك، ما تبصش ده ابدا. خليك عارف طريقك فين. انا هعمل ده، حتى لو الناس سبقتك انا هعمل ده برضو. الناس جامده جدا انا هعمل ده. الواد ده انا مركز في دي، مش شايف حته ثانيه. فالتشتت وحش قوي، انك تشتت نفسك ده وحش قوي. اثر السوشيال ميديا زي ما قلنا ان هو اثر مدمر، طبعا مدمر جدا لكل الناس وبالذات البنات. لان هقول لك انا على حاجه، البنات اكثر عاطفيه من الرجال. هي خلقت كده. فدايما حاجات كتير جدا بتاثر فيها. البلوجر الفلاني خارج في الحته الفلانيه معاش مراته في الحته الفلانيه، فالله هم بيتاثروا اكتر بالتفاصيل دي. احنا كرجاله في ناس بتتاثر ولكن في رجاله ما بتتاثرش، الموضوع بالنسبه لها عادي. ولكن اغلبيه البنات بيتاثروا بالمظاهر دي، بالشكل ده. فدايما عايزه ايه؟ انا عايز ابقى كده، انا عايز اظهر الكلام ده، عايز اطلع من القصه، عايز اعمل كده. فده غلط. انها دايما بتاثر على نفسها بالسلب. لا انا مش كده، انا مش عايز ابقى كده، انا عايز ابقى كويسه بس. هو يعني انا على مدار شغلي بيجي لي بنات مثلا عايزين يشتغلوا. طيب انت بتعرفي تعملي ايه؟
ما بعرفش اعمل حاجه مش عايز اشتغل. بس عايز اشتغل. طب اشتغل ايه؟ ما هو انا كصاحب شركه يعني ازاي هعمل ده؟ ببقى زعلان من جوايا، زعلان من جوايا، زعلان. انا مش عارف. طب يعني هتعملي تقعدي بره السكرتاريه وكده وتستني ماشي، السكرتاريه جميله وكل حاجه يعني ما بقللش ابدا من اي شغل، ولكن انت بتدوري مثلا على راتب كبير مثلا، يعني بتدوري مثلا عايز تاخدي 10000 جنيه. طب انت عايز تاخدي 10000 جنيه مش هتاخديه وانت مش عارفه حاجه، هتاخديه وانت فعلا مجتهده في حاجه. فابدا لما تتخرج، قبل ما تتخرج يا باشا، انت فتره ال4 سنين بتاع الكليه دي انت فتره راحه، خلي بالك. انت فتره تدعك نفسك فيها بره الكليه لو انت مش مهتم بالكليه. لو اهتمامك في الكليه مثلا زي مثلا نظم ومعلومات بيدوم برمجه، دوس يا باشا في البرمجه. هتقول لي ليها الشغل؟ ما تسالش السؤال ده، ما تسالش السؤال ده ابدا. اي مجال هتخش فيه ما تبصلوش من ناحيه فلوس في البدايه. انا دخلت مجال ال 3 دي ده وانا والله ما في بالي ان انا اجيب جنيه، وجالي شغل وجبت منه جنيه وجبت منه 2 جنيه، جبت منه فلوس الحمد لله، وانا لسه اصلا ما خلصتش، لسه مش متعلم. انا في فيديو عملته في تريكايه كده مش مظبوطه، هو العميل استلم وعجبه وكل حاجه. انا في تريكايه مش مظبوطه ومش عجباني، انا عارف اللي مش عاجبني في الفيديو وعايز اعملها، عايز اعدلها عشان اطلعها للناس، ومش هقدر اطلعها للناس غير لما اعدلها. فدايما انا ايه، لا انت مش عارف تعمل ايه، لا ابحث يا حبيبي تعمل ايه. ابحث عن المجالات. يعني مثلا كلم شات جي بي تي، اساله كده، او كلم جوجل لو انت مش عارف تنزل شات جي بي تي، اساله كده، قول له انا انسان ما بفهمش اي حاجه في الحياه، اكتب كده وعايز اتعلم ومش عارف اخش في مجال ايه، هيديك 500 مجال. اقرا كده عن المجالات. الصبر، العلم بيحتاج صبر، صبر ثم صبر ثم صبر، مش محتاج صبر ايه؟ ثم صبر برضه صبر تاني، ماشي. فبيحتاج منك انك تصبر. انت بحثت ومحتاج انك تبحث، قريت في حاجه نتشتك مثلا، والله انا لقيت مثلا ان اختراع الذره ده سحبني معاه، فانا هخش في الذره، انا هتعلم الذره، طب انا هعرف ده ايه هي الذرات اصلا، ايه هي كذا، انا عايز اتعلم ده. فطالما انت بتتعلم كل حاجه تتعلمها. البين باج اللي احنا قاعدين عليها دي ما ده شغل. مين بيتميز؟ اللي بيعمل شكل بين باج حلو، بيعمل شكل بين باج مريحه، بيعمل حاجات مريحه. هنعمل براند بين باج قريب عشان دخنا على ما جبنا دول. عظيم جدا. ليه؟ السادات فيها حاجات كتير جدا فقيره. يعني المدينه هنا فقيره جدا. السادات ده مصر كلها، يعني احنا اكتشفنا الحوار ده واحنا بندور على دول، دخنا على ما جبناه، وعلى ما جم 15 يوم وحوارات كده. ياه والله. فدي نقطه اهي ممكن تبقى في صالحك جدا، ان انت تشتري ده وتشتغل على ده وتشتغل على براند يبقى محترم جدا وتعمل ده جدا. فده مشروع. انا ما بقولش مثلا المشاريع كلها في البيع والشراء، ممكن هي طبعا 19 الرزق في التجاره. فالتجاره شيء مهم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان تاجر واللي حواليه كانوا تجار وكلهم كانوا تجار، ما كانوش يعرفوا يعني ايه سوشيال ميديا، ما كانوش يعرفوا الكلام ده خالص يعني، ولكن كلهم في مجاله، يعني كلهم في ايه، في حتته زي ما بيقولوا. مظبوط. فانا مش عارف، ابحث، ادور، اصبر، اتعلم لحد ما اطور من نفسي. هي بتيجي بخطوه، مش هتيجي ابدا. نجاحك مش هيجي ابدا بسؤالك لشخص على السوشيال ميديا انا اضحك ازاي، قصدي انا انجح ازاي. ده السؤال اللي انت دايما بترد عليه لما حد يسالك. طب ما تروح دور انت بنفسك. انا مؤمن جدا بده بالظبط. انا مش هفضل كل شويه اديك المعلومه في بقك، انا مش هقدر اعمل ده. انا ممكن اعمل فيديو اقول فيه مثلا خبرتي، اقول فيه الحاجات اللي انا بعملها، زي مثلا فيديو بودكاست زي كده، اقول فيه كل حاجه انا عملتها، بس انا مش هقدر كل شويه حد يسالني فرد عليه. يعني انا في صراحه مثلا مشاكل كتير جدا بين واحد ومراته. المشكله اتبعتت قبل كده واتبعت منها كتير قوي نفس المشكله وانت رديت او مشكله يعني ايه بتتحول لناحيتها، وانا رديت رد شمولي. الرد الشمولي ده تطبقه في اي حاجه، بس لا، كل واحد عايز يكستمايز رد على مقاسه. انا عايز رد يبقى فاهم على مقاسي بالظبط. لا مش كده. في ناس متخصصين، في حد شاطر في حتته دي، روح ابحث عنه وشوف كورسات ليه وتعلم. في حد متخصص في حته كذا، ابحث وتعلم. فالبحث هو اول طريق نجاحك، انك تتعلم ازاي تبحث. ده من الحاجات اللي باذن الله هعلمها لابني. ابحث. عارف انت هعلمها له ازاي؟ انا يوسف جاي يسالني يقول لي مثلا يا بابا ايه اللي فوق ربنا؟ طب ما تيجي يا يوسف انا وانت ندور نعرف. تعالى نبحث ازاي يا بابا كده.
افتح يا حبيبي، ادي جوجل وادي كمبيوتر وادي كذا، اكتب كذا 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 ويجيب لك الحاجه. هي ليها اضرارها وليها سلبياتها، ولكن انت بتعلمه ازاي يبحث في اوقات وفي فترات معينه. موضوع كبير يعني، في حاجات سلبيه. ف اتعلم ازاي تبحث من صغرك، وتعلم ازاي تبحث من صغرك، وانت دايما بتأهل نفسك لحاجات كتير. يعني انا بحسد ما شاء الله، يعني بحسد الشباب الصغير. انت لسه في كليه صح؟ لسه ثانيه ولا ثالثه؟ ثالثه كليه. يعني انا مثلا في ثالثه كليه كنت في السجن قبل السجن. هفترض مثلا في ثالثه ثانوي مثلا انا كانت حياتي كلها هلس. انا عمري في حياتي ما لقيت حد ينصحني يقول لي اعمل كذا ما تعملش كذا، عمري ما لقيت ده خالص يعني. فدي من الحاجات المؤسفه قوي، ان دلوقتي المجتمع كله بقى فيه ناس بتنصح، وناس كتير جدا بتتكلم كلام كويس، وانت ما انتش عارف تلاقي نفسك في ظل المجتمع اللي بينصح وبيقول حاجات كتير قوي ده. يبقى انت فيك حاجه عندك، في قصور عندك. ما تقنعنيش ان انت ما انتش عارف تعمل حاجه في الحياه. على النقيض، ما هو في ناس كتير بتنصح على النقيض، هو برضه شايف يعني زي ما قلنا اثر السوشيال، شايف التانيين اللي هي حياتهم فيك. احنا عارفين ان حياتهم فيك، بس شايف التانيين مخه مش قادر يستوعب ان هو انا همشي في الصح واتعب واشقى هوصل لدول. ما انا مش هوصل برضه لدول. هي دي الفكره، هي دي النقطه. ما هقول لك، انا زي ما انت بتقول كده كنت في 3 دي، انا مش هوصل للناس دي. فهو دول الطريق اللي هم ماشيين فيه الطريق الصح، هتتعب وهتشقى. هو مش عايز كده، هو عايز ضغط الزرار يبقى زي دول. جين زي كله، او يمكن الاكبر مننا شويه كمان، كله فعنده المشكله دي. ما هو ده خلي بالك، اي نتيجه بتبعدك عن دينك او عن ربنا سبحانه وتعالى بتحسسك دايما بالنقصان. يعني هقول لك، انا سيدنا ابي الدرداء وسيدنا عمر بن الخطاب. سيدنا ابي الدرداء كان قاعد في البيت، كان هو يعني ماسك الشام يعني، وسيدنا عمر بن الخطاب راح له البيت، فخبط على الباب، فاذا الباب بغير قيد. حلو. فنادى على ابي الدرداء فقال لها ادخل يا امير المؤمنين. فدخل سيدنا عمر بن الخطاب فاذا البيت مظلم، فجلس على سريره فاذا هو حصى، فوضع يده على لحافه فاذا هو رقيق لا يكفي لبرد الشام. فسيدنا عمر بن الخطاب استغرب جدا، يعني قال له ويحك يا ابا الدرداء، الم اوسع عليك؟ الم ابعث لك؟ انا مش موسع عليك، ببعت لك. ايه اللي انت عايش فيه ده؟ فقال له ابو الدرداء، يعني الحديث ده انا عمري في حياتي ما يعني ماشي فيه في حياتي عامه يعني. فقال له ابو الدرداء اتنسى حديثا حدثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كنا معه؟ فقال له وما هو؟ فقال اتنسى حينما قال ليكن بلاغ احدكم من الدنيا كزاد الراكب؟ فبكى عمر وبكى ابو الدرداء حتى طلع عليهم الفجر. هو سيدنا ابو الدرداء موسع عليه، ولكن هو مش ده هدفه. مش ده هدفه. النبي صلى الله عليه وسلم كان قايل خلي بلاغك من الدنيا كلها هي شنطة المسافر اللي تقدر تشيله وانت مسافر. هو ده اللي تخليه بلاغك من الدنيا، هو ده اللي تخليه معاك. انت بتتقي ربنا في شغلك، بتتقي ربنا في حياتك، في بيتك، في زوجتك، في ابنك، في كل حاجه، وبتعمل كل الكلام ده. انت ما عليك الا ده، وتسيب اثر كويس للناس اللي حواليك. خلاص ما عليك الا ده. انت اصلا اخلاقك بدون ما تتكلم او معاملتك بدون ما تتكلم لوحدها بتسيب اثر. ابو تريكه ده عمره في حياته ما طلع نصح الناس، يعني عمره ما طلع قال للناس قال الله وقال الرسول، عمره ما قال الكلام ده. حلو. هو بينزل استوريهات كده كل جمعه وبتاع، بس هو عمره ما قال لحد طلع كده وقعد وجاب ناس وعمل. بس هو ايه اللي عمله؟ ساب اثر في كل لعيبه النادي الاهلي وكل لعيبه نادي الزمالك، وساب اثر في كل حته. ايه الاثر اللي سابه؟ المعامله. كان احد الناس بيتكلم في برنامج بيقول ايه؟ بيقول انا لقيت ابو تريكه مسك مره ورقه مكتوب فيها اسماء الناس دي بيبعت لهم كل شهر فلوس. هل ابو تريكه اصلا بين ده؟ ما بينش ده. نجيب ساويرس نفسه لما اتكلم على ابو تريكه قال ايه؟ قال انا في مره كان في جايزه فيها تقريبا مليون جنيه، وكان الكلام ده في 2000 وكام 2005 ما اعرفش، زمان قوي. مليون جنيه ده رقم كبير. عمل ايه ابو تريكه؟ خد المليون جنيه قال له لا اتبرع بيها لكذا. ما خدش المليون جنيه قدامه، قال المليون جنيه دي اديها لكذا. سابت اثر كبير جدا عند مين؟ عند نجيب ساويرس. فهو ما عملش حاجه، هو ما اتكلمش، ما قالش حاجه. فدايما الاثر بدون كلامك هيسيب اثر عند الناس غير ما تعمل اي حاجه. فده تاثير اثرك على الناس، خطوتك على الناس.
فخطوتك اللي انت بتخطوها ديت وهي كويسه هتسيب اثر كبير جدا عند كل الناس اللي حواليك. بس ايه الاثر اللي نفسك تسيبه؟ والله الناس تفتكرك بايه كده؟ عارف انت السؤال ده عامل زي ايه؟ اصعب سؤال جالك في امتحان ثانويه عامه وانت مش هتعرف تحله بس هتهبط فيه. فهو عامل بالظبط زي كده. ليه؟ لان انا مثلا ممكن اقول لك ايه، انا عايز اسيب حاجات حلوه قوي مع الناس، انا عايز الناس دايما تفتكرني ايوه انا عايز، ما هو عايز دي لازم عمل. انا لو جيت سالت اسماء مراتي مثلا، قلت لها اسماء هل انا سبت اثر حلو في حياتك؟ رد فعلها ده هو اللي هيبين لي انا فعلا سايب اثر ولا لا. انا نفسي اسيب اثر كويس جدا عند الناس، يعني نفسي ابقى، انت شفت البئر بتاع سيدنا عثمان بن عفان 1400 سنه اهو ولسه لغايه النهارده موجود. هو طبعا المهاجرين كانوا جايين من مكه للمدينه والنبي صلى الله عليه وسلم طلب من اليهودي ده ان هو يبيع له يديله يعني البئر دوت بعين من الجنه، وهو رفض. وجه سيدنا عثمان بن عفان راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله يعني لو انا اشتريت ده ألي عين في الجنه؟ فقال له فراح عشان يشتريها منه، قال له اشتريها منك بعقدين ولا احنا يوم وانت يوم؟ قال لهم لا احنا يوم وانت يوم، واداله تقريبا مش عارف ساعتها 7000 درهم حاجه زي كده، 35000 درهم تقريبا يعني جبت الرقم 35000 درهم. المهم يعني فعلا اشترى جزء وبتاعه وفضل شغال. وذكي جدا سيدنا عثمان بن عفان، خلى الناس وهي بتشرب من البئر هم بيستقوا النهارده ومثلا بكره ده بتاعه، فيستقوا النهارده وبكره عشان بتاع، فاصبح هو ما بيستفدش من البئر، فاهم؟ خلاص بقى مش محتكر السوق كده. خلاص انا خدت السوق لنفسي، انا خلاص ظبطت الناس وبيشربوا وكفايتي بكره بالظبط كده، هاخد النهارده وكفايتي بكره. فبقى اصبح ما حدش بيجي له، فقال له خد البئر كلها انت ضيعت على انت خد البئر كلها، فباعها له كلها بعد كده. ده كان من ضمن الحاجات يعني اللي عملها، وده وسايبه اثر لحد دلوقتي لغايه النهارده لسه الوقف. شوف تخيل بقى سيدنا عثمان بن عفان ايه الاثر اللي خده في الجنه. يعني نكتب ما قدموا واثارهم، اثر سيدنا عثمان بن عفان من 1400 سنه لحد دلوقتي لسه بيتكتب، وهو اصلا في الجنه. يعني هو اصلا صحابي في الجنه، هيطلع فين تاني بقى؟ يعني رايح فين تاني يا فاهم؟ الجنه السبعه. طب وبعدين خلاص ايه الفردوس الاعلى من الجنه، انت وصلت فين خلاص؟ فتحس نفسك صغير قوي في وسط الناس دي. ولكن خلي بالك برضو النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا، قال علينا احنا خير امه، علينا احنا اخير مننا احنا يا رسول عشان امنوا بي ولم يروني. هم الناس دي امنت بي انا، ومن غير ما يشوفوني اصلا هم مؤمنين بي. فربنا يا رب ايه يعني يلهمنا القوه ان احنا نقدم اثر كويس للناس ونحطهم على اول الطريق زي ما بيقولوا كده، ويرزقنا النفع يعني. طب شايف حتى الان انك اثرت في حد؟ اثرت في حد؟ ما اعرفش، بس انا بحاول يعني، فاهم؟ يعني بحاول دايما بالذات اي حد صغير يعني، بحاول دايما لما يسالني في حاجه لازم ارد عليه، ولازم اديله اهتمام جدا، ولازم اقدره، يعني لازم احس بمشاعره، لان هو في الوقت ده هو محتاج ده، لان انا في وقته ده كنت محتاج ده بس ما لقيتش ده. القصه اللي انت عايز فضول وتعرفها هي ليها علاقه بالموضوع ده بقى. لا والله. والله بعد ثالثه ثانوي انا متابع عبد الله زيكو، قلت عبد الله زيكو انفلونسر بقى اكيد مش هيرد عليا والكلام ده كله، طب اعمل ايه؟ طب انا هبعت له. كنت خايف، قعدت 3-4 ايام مش عايز ابعت. المهم ايه، قررت خلاص، خدت الشجاعه انا هبعت بقى. رد ما رد، هي صابت خابت بقى، يبعت وخلاص. بعت لك، قلت لك على اسك انا عايز اقابلك. قلت لي انا من مدينه السادات، رحت انا دخلك على الخاص، قال لك انا كمان مدينه السادات ومن السبعه انا جنبك. فانت قلت لي خلاص تمام ونتقابل، واديتني رقمك وقلت لي هنتقابل اليوم كذا كذا والساعه 6 الصبح او 7 الصبح. كنت انا ما كنتش بصحى بدري اصلا، بس انت شوف انت من امتى انت بتصحى. فضلت مطبق يومها ما نمتش، عشان ايه؟ اجي على ميعادنا الساعه 7 الصبح. نزلت 7 الصبح، بيتنا جنب بعض، نزلت البارك، رنيت عليك. فاكر حاجه زي كده، فاكر القصه، هكمل لك بقى النهايه. رنيت عليك مره 2 3 انت ما تردش،
فانا قلت ايه بقى، خلاص بقى عمل جو الانفلونسر عليا مش هيرد. فضلت قاعد تقريبا نص ساعه لغايه ما انت رديت وقلت لي ايه، ربع ساعه وهنزل لك. ما اعرفش كنت تقريبا شغال على حاجه. ربع ساعه وهنزل لك. نزلت، كنت انا لسه مخلص بقى ثالثه ثانوي وتايه بقى والدنيا ملخبطه والدنيا ضربه ومش عارف اعمل ايه في حياتي اصلا. نزلت قلت لك الكلمتين دول بالحرف، انت ايه اللي موقفك؟ قلت لك بالنص كده، قلت لك كل ما اجي اتحرك خطوه قدام الاقي حاجه بتشدني. قلت لي ايه اللي بيشدك؟ مفيش حاجه بتشدك، انت واهم نفسك. ابدا اتحرك بس ومالكش دعوه، ابدا اعمل اي حاجه، اتعلم اي حاجه. وكمان انت نصحتني النصيحه دي من زمان قوي، اللي هو ايه، اتعلم اي مهاره من مهارات الجرافيك ديزاين، المونتاج، التصوير، الكلام ده كله هتنفعك. قلت لي بالنص ال4 سنين بتوع الكليه لو انت فضلت تتعلم بس ما عملتش فلوس هتتخرج وانت احسن من معظم الناس اللي معاك اللي هم في سنك. الكلام ده 2021. تمام. فرحت انت تسالني، قلت لك على فكره انا بعرف اشتغل على الالستريتور. انا فاكر الموقف بس مش فاكر التفاصيل. لا. فشوف مدى الاثر بان هو فاكر تفاصيل الموقف نفسه. ده لسه احنا مكملين شويه حلوين. فانا قلت لك وقتها انا بعرف اشتغل الستريتور، وكنت رحت مطبعه فتره وكده، بس مش شغل بتدرب وكده. فانت قلت لي طب بتعرف تشتغل على الفوتوشوب؟ قلت لك لا وبكرهه وبرنامج رخم بالنسبه لي ومش عارف ايه. قلت لي طب اتعلم فوتوشوب. قلت لي اتعلم فوتوشوب ولو ظبطت الدنيا هاجي اشغلك عندي. بس هي دي كانت الشراره. فاكر اتعلمت فوتوشوب في قد ايه؟ 3 ايام. 3 ايام. ولما بعت لك وانت قلت لي ابعت لباشمهندس عبد الهادي وعجبه، تعالى هنعمل انترفيو. انا مش مصدق، دي اول شغل فعلا اروح وكده. المهم رحت، جه يوم الانترفيو، انا رحت طلعت المكتب كان في الدور الثالث اللي هو بتاع الرابعه. طلعت السلم بخبط، انا مش فاكر مين اللي فتح لي. فالمهم انا جيت اتكلم، هو بيقول لي ايوه مين. فبالطريقه دي اللي انا همثلها دلوقتي، ده اللي انا قلته. ده اللي انا قلته بالظبط. قال ايه ده، خد نفسك وقول في ايه. قلت له عندي انترفيو مع باشمهندس عبد. قال لي بس كده ادخل. ده كان اول يوم رحت دخلت مع باشمهندس عبد الهادي واتفقنا، واللي هو خلاص شراره البدايه ان انا جيت اشتغلت عندك في الشركه. انت جيت صح؟ انا ناسي خالص. ايه ده، انا دماغي عماله تنسى. قعدت شهرين لغايه ما الدراسه بدات. وكنت شاطر جدا على فكره لغايه ما الدراسه بدات. شاطر جدا انا فاكر. ايوه اشتغلت على سيرتا كير. اللي كنت بخلص والله كنت شاطر جدا. اللي كنت بخلص شغلهم في اسبوع. كنت مميز جدا 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 في شغل. المهم دي كانت شراره بالنسبه لي، الشغل ده كان شراره بالنسبه لي. اللي يمكن البودكاست اللي احنا قاعدين فيه ده، العلاقات اللي انا عملتها هناك، التعليم اللي انا اتعلمته واللي انتوا ساعدتوني فيه بشكل كبير قوي، الرزق اللي جالي بعد الشغل ده. يعني انا بس ما وقفتش هنا، لا انا طلعت بره بقى لما سبت الشركه عشان الدراسه، اشتغلت بره في حاجات كتير قوي، رزق كبير قوي. كل حاجه اتعلمتها بعد كده كانت بسبب الشراره دي. روح اتعلم فوتوشوب وتعالى اشغلك عندي. البودكاست اللي احنا قاعدين فيه ده، معرفتي بعبد الرحمن وشغلنا سوا كانت بسبب ان انا اتعلمت فوتوشوب حرفيا، ان انا بعرف جرافيك ديزاين. البودكاست اللي احنا قاعدين فيه ده بسبب ان انا كلمتك على انستجرام وقلت لك انا تايه في حياتي. شوف بقى الرسائل كلها على انستجرام عشان نرد عليها كلها. يمكن كذا حد يعمل بودكاست كمان. انا تايه في حياتي ومش عارف اعمل ايه، وصلتنا للنقطه ان احنا قاعدين دلوقتي. شوف بس هقول لك على حاجه، يعني انا اول مره اسمع الكلام ده بصراحه. ما انا قلت لك انت مش تفتكر التفاصيل. انا فاكر الموقف طبعا، فاكر ان حتى انت فكرتني بحته الشغل دي، انا ناسي خالص الكلام ده. بس حلو. من الحاجات، شوف انت قلت ايه، انت مش عارف تعمل حاجه وتايه خالص، بس انت خدت من جواك دافع، انا لازم اعمل حاجه. صح. هي النقطه جت هنا. معلش انا هفضل قاعد في مكاني وافضل انا عايز اعمل، لا ما انت لازم تتحرك، لازم فعلا تتحرك. هتفضل سايب نفسك مش تعمل حاجه. لو فضلت خايف ان انا ما كنتش ابعت اصلا، هي الفكره برضه في حوار انت مش اكسر حاجه، انت مش خسران حاجه، مش خسران حاجه فعلا بالظبط. فاكسر حاجز الخوف ده بينك وبين الحياه العامه، هتلاقي نفسك بتدوس وبتروح في اي حته. لا ده موقف عجبني بصراحه، انا عايز الفيديو ده. الفيديو يا باشا كله معاك يا باشا. فهي دي يعني من اكبر المواقف اللي غيرت في شخصيتي وغيرت في حياتي بشكل كبير. يعني يمكن بعد ربنا طبعا انت ليك فضل في رزق كبير جالي، كبير قوي يعني الحمد لله. والبودكاست زي ما بقول لك كده، البودكاست اللي احنا قاعدين فيه ده
اتعلم فوتوشوب، والدافع ان انا هشغلك اتعلم فوتوشوب بس. هو ده الموقف اللي كنت عينه لك هديه بقى في الاخر. يعني نحمد ربنا والله الحمد لله، زي ما بقول لك كده فعلا. يعني انت مش صديق بس، انت اخ كبير ليا بجد. الله يكرمك يعني. وسايب اثر. يعني هو ده اللي عنوان الحلقه اصلا، اللي هو ايه، كله دار حوالين الموقف ده. انا عبد الله، يبقى انا احكي الموقف ده. طب اتكلم عن ايه بقى؟ اثر الموقف ده عليا حاليا. يعني هو من هنا جت الحلقه. الله يكرمك. من هنا جت الحلقه. في النهايه بقى، تحب تقول ايه للناس بمناسبه الاثر، وكلمه تنصحهم بيها كده؟ والله بس هو الموقف ده مأثر فيا بس شويه. يعني الموقف انا مش متخيل ان انا اسيب اثر في حد كده ويبقى هو فاكرني وفاكر الحاجه اللي انا عملتها وكده، فده شيء عظيم. لن انسى ما حييت حرفيا. ف يعني حابب انصح الناس حتى اللي هم الكبار والصغيرين. الصغير ابدأ، والكبير ما تبخلش على حد بنصيحته. وخليك دايما عارف ان محدش هياخد رزقك. بالعكس، انا في مجال التصوير بتاعي ده مفيش حد احتاجني في تصوير، احتاجني في معلومه في التصوير الحمد لله يعني، الا وانا ساعدته فيها. وكانت ناس معينه تقول لي عبد الله انت ليه بتساعده؟ اقول له عادي نفسك بساعده. في الشغل وكده. انا مش نافسني في الشغل، انا مش عايز، عادي مش فارقه. مش فارقه قصه المنافسه، ومش فارقه قصه الكلام ده. بس اللي محتاجين ننافس فيه فعلا هي علاقتك بربنا. صح. لا شغل ولا الكلام ده خالص. إنا نكتب، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثاره. فخلي دايما أثرك في الدنيا خير بأفعالك، علشان ده هيترتب على كل الناس اللي حواليك. بس شكرا يا عبد الله، اتمنى تكون استمتعت معنا في الحلقه النهارده. استمتعت طبعا، الاخوه المصورين. شكرا جدا ليك، وان شاء الله. على فكره يا جماعه، بس الكوبايه دي فاضيه. الشاي اهو فاضيه، جايب شاي من غير سكر. ان شاء الله مش اول ولا اخر حلقه، ان شاء الله، وهنتقابل تاني كتير في البودكاست باذن الله. شكرا يا عبد الله.